اهلا بيكم. النهارده هنعمل فيلم اكشن ورومانسيه اسمه جايجانكي نايكا، وقبل ما نبدا ما ننساش نصلي على النبي ونعمل لايك ونشترك في القناه عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده. بيبدا فيلمنا ببنت اسمها اموليا بتقول لاصحابها ان هي هتسيب الجامعه والمدينه كلها لان في واحد اسمه فيكرام مش سايبها في حالها وبيتحرش بيها. وبتحكي لهم اموليا ان ابوها اشتكى لعميد الكليه، وبعدها فيكرام جالهم البيت وضرب ابوها وهددهم في قلب بيتهم. وبتقعد تعيط مع اصحابها وما عندهاش حل الا ان هي تسيب المدينه كلها وتطفش من وشه. وبيعرف فيكرام ان اموليا عايزه تسيب المدينه وبيروح لها بسرعه هو والبلطجيه اللي معاه، وبتحاول تدخل بنت اسمها سويتي بس فيكرام بيمسكها من ايدها وبيزقها بعيد، وبتخبط سويتي في واحد اسمه جاجان اللي ما بيعجبوش اللي بيعمله فيكرام، وبيروح رازعه بوكس في وشه وبيرميه بكل قوته على نخله وبيقع في الارض. وبيتصل بسرعه واحد من البلطجيه بباقي اللي معاهم وبيقول لهم ان فيكرام في الجامعه وبيتضرب، وبيتحركوا بسرعه البلطجيه عشان يلحقوا فيكرام واللي معاه. وبيقعد جانجان يضرب في رجاله فيكرام كلهم وبيمسح بيهم الارض، ويفرحوا البنات من اللي عملوا جانجان، وبتيجي سويتي وبتشكره على اللي عمله، بس جانجان بيبعدها من قدامه بسرعه عشان باقي البلطجيه وصلوا باعداد كبيره. وبيوصل معاهم عيله جانجان ابوه واخوه واللي بيرموا له عصايه وكمان ازايز عشان يكسرها على دماغ البلطجيه. وبيقعدوا الثلاثه بالعصيان ويكسروا في عظم جماعه فيكرام وبيجروا من قدامهم بسرعه. وبيروح ابو فيكرام الوزير واسمه سومن ويقول له انهم هينتقموا من اللي عملوا فيه كده بس في الوقت المناسب. وبيطلع الصبح عم جانجان وبيجي وهو متعصب عليهم كلهم وبيقول لهم ان صورهم ماليه الجرايد وهم بيتقاتلوا، ومن امتى وهم بقوا بلطجيه لانهم رجال اعمال ومعاهم شركه كبيره. ويروح جانجان الجامعه وبيجي ابو اموليا وبيشكره على اللي عمله معاهم. وبيمشي جانجان بعدها وبيلاقي سويتي بتحط له ساعه على ايده وبتقول له ان ساعته وقعت منه في الخناقه وهي اخدتها وصلحتها وبعدها جابتها له، وبيشكرها جانجان على تعبها. وبيقعدوا بعدها وهم ماشيين يتكلموا مع بعض، وبتعرف سويتي ان ام جانجان ميته وهو عايش مع ابوه واخوه. ونروح لفرح ولاد 2 من اكبر رجال الاعمال في الهند، وبيبقى ابو العروسه اسمه اشوت وبيجي له عريس بنته وبيقول له يا ريت يتفرج على الفيديو ده. وبيبقى موجود في الفيديو بنت اشوت وهي مع واحد في وضع مش لطيف، وبيقول اشوت لعريس بنته مين اللي بعت له الفيديو ده ومين غيره اللي شافه. يقول له العريس ان رقم غريب اللي بعت له الفيديو محدش غيره شافه. ولما بيطلع الصبح بيفتحوا اشوت وبنته سوميا التلفزيون وبيلاقوا خبر موت ابن رجل الاعمال ماهيندار في حادثه واللي كان هيبقى جوز سوميا. واول ما بتشوف الخبر البنت بتتصدم، وبيتصل اشوت بالاب المسكين وبيعزيه، وبعد ما بيقفل بيقول لبنته ان دي ما كانتش حادثه وهو اللي قتله لان هو جاب له فيديو مخل لبنته. وبيقول لها انها لو كانت بتحب حد المفروض كانت تقول له قبل ما يعمل كل الاحتفالات والمراسم الكبيره اللي حصلت، لان هو مش هيسمح بفضيحه زي دي تحصل ليه ولا لعيلته. وبيحط مسدسه على الترابيزه وبيكمل كلامه ان اللي عملته ده عار عليه وعلى العيله كلها وان اللي زيها لازم يموتوا ما يقعدش وسطهم. وبيسمع بعدها اشوت صوت طلقه رصاص، ولما بيبص وراه بيلاقي بنته انتحرت. وبيروح اشوت لبنته اللي لسه ضاربه نفسها بالنار وبيطبطب عليها وبيقول لها انها ابنه عظيمه لان هي قدرت تنقذ سمعه ابوها. وبعدها بيطلع من القصر وبيخلص على الولد اللي كان ماشي مع بنته واللي مسكوه برضه رجالته. وبنروح بعدها لجانجان واللي كان قاعد في الجامعه مع اصحابه، وبتجيله سويتي وبتقول له انها عازماه على القهوه وبيقعدوا يتكلموا مع بعض كتير وبينزلوا بعدها مع بعض اكتر من مره. وبقى جانجان حتى لو رايح يشتري لبس بياخدها معاه. وبعدها بياخدها جانجان على بيته وبتقابل هناك ابوه فارتي وبتقول له ان هو لو بيحب ولاده لازم يغير من الحياه اللي هم عايشينها عشان صحتهم. وبيوافق فارتي على اللي بتقوله سويتي، وتروح سويتي وبتشيل كل ازايز الخمره والمشروبات من مكانها، وكمان بتاخد كل الاسلحه اللي موجوده في البيت وبتخلي لهم سلاح واحد بس. وبتقعد مع الخدم وبتقول لهم ان نظام الاكل كله هيتغير في البيت ده، وبتقول لهم يعملوا ايه وما يعملوش ايه وكانها بقت صاحبه البيت. ولما بيقعدوا على الغدا بتعتذر سويتي لفارتي عشان غيرت حاجات كتير في البيت بس كل اللي عملته ده عشان خاطر مصلحتهم. ويقول لها فارتي ان هو مش متضايق من التغييرات الكتير دي وكان نفسه من زمان بنت تيجي البيت وتغير في البيت، كل ده حصل بعد موت مراته. وبنروح بعدها بكام يوم لفرح اخو جانجان فير على البنت اللي بيحبها وبيقعدوا كلهم يرقصوا. وبعد ما بيخلص الفرح بيروح جانجان ويوصل سويتي على بيتها، واول ما بتدخل البيت بتقعد تتنطط من فرحتها عشان جانجان بدا يحبها ويهتم بيها. ونروح لاشوت واللي بتبقى فيه خناقه كبيره جدا بينه وبين واحد اسمه ارجون، والاتنين عايزين يدخلوا في مشروع واللي هياخد المشروع فيهم هيكسب مليارات. وبيبداوا الاتنين يضربوا في بعض، ويروح ارجون مع رجالته المهندس كبير مسؤول عن المشروع، والمهندس ده اسمه باور، وبيهددوا ان لو ما خدش المشروع ده ممكن يقتله او حتى يأذي حد من عياله. وبيطلب باور بسرعه الامن بس بيكون رجاله ارجون خلصوا عليهم. ويقول ارجون لباور ان اخوه هيجيله بكره عشان يطلب ايد بنته ويبقوا نسايب. وبيروح بعدها باور لاشوت وبيحكي له على اللي حصل وان اخو ارجون عايز يتجوز بنته بالعافيه. وبيقدر اشوت يكسر اخو ارجون ويدخله المستشفى ويخليه مشلول باقي عمره. وبيقعد ارجون جنب اخوه اللي مش قادر يتحرك وبيقول لرجالته ان اشوت هو اللي بدأ الحرب ويا ريت يستحمل اللي جاي هو والمهندس الخاين باور. وبنروح لسويتي اللي بتقابل جانجان وكمان بتعرفه على ابوها واللي بيطلع هو المهندس باور.
وبيروحوا كلهم على البيت، وبتقول سويتي لابوها ان هي وجان بيحبوا بعض وعايزين يتجوزوا. وبيعرف باور ان هو ابن فارتي، ويقول له انهم دايما بيضربوا الناس وبلطجيه ومش بيفكروا بعقلهم ودايما سكرانين على طول. وبيعرفوا ان مش دايما الفلوس مهمه، ساعات بيبقى العقل هو اللي اهم. وبيبقى سويتي وجان مش عاجبهم الكلام اللي بيقوله باور، وبتحاول سويتي تسكت ابوها بس من غير اي فايده. وبعد كل ده يقول جان انه ما يحكمش على الموضوع من بره ويستنى لغايه لما يجي ابوه يتكلموا مع بعض. بس باور بيتعصب وبيقوم من مكانه وبيقول له ان هو مش هيقعد مع راجل همجي في مكان واحد. وبيقوم جان وبيضرب باور على وشه وبيقول له ان هو مش هيسمح لحد يهين ابوه. تقعد تعيط سويتي وبتحاول تهدي جان وتبعده عن ابوها. وبيوصل جان بعدها لبيته وبيحكي لهم كلهم على اللي حصل، وبيبقوا كلهم زعلانين ومش عارفين يعملوا ايه. وبتعدي الاسابيع وبتبقى حياه جان جحيم. وبيقترح عمه على ابوه انهم يسفروه بره المدينه خالص لمدينه تاني، وهناك قريبتهم لورين هتقدر تهتم بيه. وبيوافق فارتي على كلام اخوه. وبيسافر جان وبتبقى لورين مستنياه في المطار. وفي الطريق بيشوف جان بوليس كتير وبيسال لورين في ايه، وبتحكي له ان في عيلتين كبار في المدينه بيتخانقوا مع بعض، عيله ارجون واشوت قدر يكسر ظهر اخو ارجون ويخليه مشلول، وارجون قتل ابن اشوت في فرحه، وعشان كده البوليس في كل حته في المدينه. وبعدها بتاخده لورين لمهرجان كبير على البحر وبتقعد ترقص وبتحاول ان هي تغير لجان جو. وبعد ما بيخلصوا المهرجان وهم راجعين في العربيه بيتضرب نار على عربيتين جنبهم وبيتقلبوا، وبيطلع فيها باور وكمان اشوت. وبيقدر جان ينقذ باور واشوت من العربيات قبل ما تيجي عربيه تبع ارجون وتدخل فيهم، بس بيتضرب نار على اشوت ويبقى في مرتزقه معاهم اسلحه ودول تبع ارجون وعايزين يموتوه. وبيشيل جان بسرعه باب العربيه عشان يمنع الرصاص اللي بيتضرب عليهم. وبيبعد اشوت ويقعد يضرب في رجاله ارجون كلهم وبيفضل يكسر فيهم لغايه لما يمسك واحد فيهم وبيحاول يفتح العربيه اللي كان فيها باور وبيرزعه في الارض. وبتنزل من العربيه سويتي بسرعه وهي مخضوضه من اللي بيحصل، وبيتصدموا هما الاثنين لما يشوفوا بعض. وبتبقى سويتي مرات ابن اشوت اللي اتقتل ليله فرحه، وبيقعدوا يعيطوا. بتيجي رصاصه في جان ووراها رصاصتين تاني، وبيقدر اشوت بسرعه يضرب نار على رجاله ارجون ويهربوا من المكان. وبيقع جان على الارض وسط صدمه سويتي ولورين وباقي عيله اشوت. وبياخدوا بسرعه اشوت على بيته وبيجهز له اوضه عمليات كامله وبيعملوا له عمليه جراحيه. وبتعدي الايام وبيقدر يفوق جان من الغيبوبه اللي هو فيها، وبيشكره اشوت وبيديله شيك وبيقول له انه ممكن يكمل علاجه في اي حته هو عايزها. ويروحوا اشوت وعيلته عشان يعملوا شويه طقوس على البحر، وبياخد مرات ابنهم سويتي معاهم. وبيتعمل كمين لاشوت وعيلته في البحر وبيهجم رجاله ارجون عليهم، وبيقعدوا يضربوا ويموتوا في رجاله اشوت كلهم. وبيظهر جان وبيهجم على رجاله ارجون كلهم لوحده وبيقعد يضرب فيهم ويخلص عليهم. وبيتلموا شويه من رجاله ارجون على سويتي وبيبقوا عايزين يقتلوها، بس بيوصل فارتي وابنه فير عشان يساندوا جان وبيقعدوا يضربوا في رجاله ارجون معاه وبيخلصوا عليهم. وبيقدر يطير جان راس اخو ارجون، واللي فاضل من رجالته يخاف وبيجري من المكان. وبعد ما بتخلص المدعكه دي بيقول جان لاشوت ان هو مش قادر يحمي اللي مسميها مرات ابنه اللي اصلا ما لحقش يكمل المراسم، وانه مش هيقدر يامن عليها معاه ولا مع رجالته. وبياخدها جان معاه وبيركبوا العربيه وبيكون معاهم فارتي وفير. وبعدها بيوصل ارجون على المكان وبيلاقي رجالته كلهم ميتين في الارض، وكمان اخوه مقتول وراسه مش على جسمه. وبتعدي الايام وبيحاول جان يطلع سويتي من حاله الاكتئاب اللي بقت فيها. ويقعد الوزير سومن مع اشوت وارجون وبيقول لهم سومن ان الخناقه دي كلها مش على المشروع، دي عشان البنت اللي المفروض كان يتجوزها اخو ارجون وبعدها كان هيتجوزها ابن اشوت وهي اللي عملت فيهم كل ده، وانهم لازم يقتلوا البنت دي ويجيبوا اللي خطفها منهم ويقتلوه هو كمان. ويطلع سومن للمساعد بتاعه وبيقول له ان هو عمره ما نسي ان عيله فارتي ضربت ابنه وهزقته قصاد كل الناس في جامعته، وهو وعده انه هيجيب له حقه. وبعدها بيروح ابو سويتي باور وهو منزل راسه مكسوف من اللي عمله فارتي وولاده، ويروح له فارتي وبيرحب بيه وبيعتذر ليه باور انه كان فاكرهم مجرد بلطجيه وهمج. وبيقعد يضحك فارتي وبيقول له انهم عايزين يخلصوا جوازه سويتي وجان عشان الكل يبقى فرحان وسعيد. وبيقعدوا يرقصوا كلهم وفرحانين ان اخيرا هيتجوزوا جان وسويتي. وفي وسط الرقص بتيجي رصاصه في جسم فارتي وبينقلوه بسرعه على المستشفى، وهناك بيقول لهم الدكتور ايه الدوشه دي وليه ما حدش قال لهم ان في حاله دخلت. وبيتصدموا جان وفير وبيدخلوا بسرعه الاوضه اللي المفروض فيها ابوهم ويلاقوها فاضيه. وبيقعدوا فير وجان يدوروا في المستشفى كلها على ابوهم لغايه لما بيقدر جان يلاقيه، ولسه هيروح يجيبه بيتضرب نار على اخوه وبيترمي. وبيجري عليه جان عشان يمسكه قبل ما يقع على الارض، وبيجري عشان يدور على ابوه في كل حته لغايه لما بيروح المشرحه وبيلاقي ابوه واخوه مرميين هناك. وبيروح عم جان وهو بيعيط وبيقول ان ارجون خطف سويتي معاه. وبينزل بعدها جان في الارض ونروح لسويتي اللي ارجون بياخدها على مكان وبيبقى موجود هناك اشوت وبيرمي جنبها ابوها باور. ويقول اشوت لباور ان العار كان هيصيب عيلته لو ما كانش اخد بنته من وسط الهمج اللي كانت معاهم، وكان لازم انه يفكر 1000 مره قبل ما يسلم لهم بنته. وبيضربوا في دراعه بالنار. وبيروح واحد من رجاله ارجون وبيبقى عايز يقتل
لسويتي، بس حد بيحدف عليه الوزير سومان وبيقع الاتنين في الارض. وبيبصوا كلهم بيلاقوا جان جاي ومع السريرين اللي عليهم اخوه ابوه، وبيروح وبيقعد يضرب في رجاله اشوت وارجن وبيخلص عليهم. وبعدها بيروح لارجن وبيرميه في الارض وبياخده وبيحدفه على مقعد جرانيت، ويبقى ابوه واخوه فرحانين بيه وهم شايفينه بيرجع لهم حقهم. وبيقعد جان يقول لاشوت انه كان عايز يرجع سمعته وشرفه بانه يقتل بنت غلبانه ملهاش لا حول ولا قوه، ودي اكيد مش اخلاق ناس عندها شرف اصلا، ولازم اللي زيه يموت ويدفن. وبيحاول ارجن يمسك مسدس عشان يضرب بيه جان، بس جان بيمسكه وبيخلص عليه ويقتله. ولما يشوف اشوت كل اللي بيحصل قدامه بيمسك مسدس وبيخلص على نفسه زي ما عملت بنته. بياخد جان سويتي ومعاهم فارتي وفيرا وبيبعدوا عن المكان، وبتيجي باقي عيلتهم عشان ترحب بيهم. وبيقول فارتي لسويتي تجهز نفسها عشان هيعملوا فرحها هي وجان في اقرب وقت. وبكده بيكون خلص ملخص فيلمنا النهارده. اهلا بيكم. النهارده هنعمل فيلم اكشن اسمه بولي مورجان. وقبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على النبي ونعمل لايك ونشترك في القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. بيبدأ فيلمنا مع ولد صغير اسمه مورجان، واللي أمه الحامل بتقع في الأرض وبيروح ينده على أبوه بسرعة وبيجيبوا لها الداية عشان تولدها. وبعدها الأم بتموت وبيزعل مورجان وأبوه على موتها، وبيبقى مورجان هو اللي بيعتني بأخوه الصغير ماني. وفي مرة مورجان وأخوه أبوه قاعدين في الغابة، بيوصل الضباط وبيلاقي إن أبو مورجان بيقطع الشجر، وطبعا ده بيكون بشكل غير قانوني وبيجروا وراه. وبيجري مورجان وهو شايل ماني وأبوهم معاهم لغاية لما بيخش جوه الغابه وبيختفوا عن عيون الضباط. بس هم هناك بيسمعوا صوت خرفشه وبيستخبوا كلهم بسرعه، وبيطلع ان في نمر معاهم في الغابه. وبينزل النمر وهو بيدور على فريسته، وبتحصل المصيبه وماني بيعيط وبيقف النمر مكانه عشان يعرف الصوت ده جاي منين. بيقول ابو مورجان لابنه وهو بيصرخ يهرب بسرعه، وبيجري مورجان وبيقف ابوه في وش النمر اللي بيفترسه وبيضحي بنفسه عشان ولاده يعيشوا. وبيكمل مورجان جري وهو بيعيط على ابوه. وبعد الجنازه عم مورجان واسمه فينو بيقول له ان يجي معاه، بس مورجان بيبص له وهو عينيه كلها دم، ويبقى مفيش على بقه غير كلمه واحده انه هيقتل النمر اللي في الغابه وينتقم لابوه. وبيروح مورجان ومعاه فينو وبيعملوا افخاخ للنمر عشان لما يعدي يقدروا يقتلوه. وبيتحرك بعدها مورجان لجوه الغابه وبيقدر يلاقي النمر، وبيجري مورجان عشان يجر النمر للافخاخ. وخطته بتنجح وبيقعد فينو يقطع في الحبال بتاعه الرماح وبتعدي جنب النمر لغايه لما واحد فيهم بيرشق فيه، بس النمر بيكمل والرمح بيقع من جسمه. وبيكمل مورجان جري ورا النمر لغايه لما بيوصل لصخره عاليه وبينط منها، وبيرمي فينو سكينه على الحبل وبيقدر يقطعه، وبتنزل شجره وبتيجي في وش النمر وبيقع بعدها في الارض وهو دايخ. وبيحدف فينو الرمح لمورجان وبيحاول النمر يهجم عليه، بس مورجان بيحدف الرمح على النمر وبيرشق في جسمه وبيموت. وبتعدي الايام والسنين وبيكبر مورجان، ويجوا 2 اصحاب اخوه ماني اللي بقى في الكليه واسمهم شيفا وبيني، كانوا جايين عشان يجيبوا نبات الماريجوانا اللي هيساعدهم يعملوا علاج للسرطان، واللي بيشرف عليه ابو شيفا واسمه جريجا، وبيبقى هو صيدلي كبير. ويروحوا هما الاثنين لفينو بعد ما كبر، وبيبقى ماني هو اللي بعتهم عشان يقدروا يلاقوا النبات. وبياخدهم فينو وبيروحوا لواحد اسمه راميا، وده تاجر مخدرات واللي بيقول لهم انه هيوفر لهم البضاعه خلال يومين. وبيتمشوا في الغابه فينو ومعاه اصحاب ماني، وبيتاخروا هناك وبيطلع لهم نمر، واول ما بيشوفوه بيجروا كلهم، وبيقع بيني في الارض ولسه النمر هيهجم عليه بيتحدف سهم بحبل يوقف النمر. وبيظهر مورجان قاتل النمور عشان ينقذ اصحاب اخوه، ويتحركوا فينو واصحاب ماني من المكان. وبيجري مورجان وبيجري ورا النمر وبيتشعلق على الحبل بتاعه وبينزل يضرب النمر في وشه. بعدها بيطلع مورجان على الشجره وبيطلع ورا النمر، بس بينط مورجان بسرعه وبيضرب النمر بالرمح وبيقدر يخترق جسمه وبيتعلق مكانه في الشجره. وبعدها بيروح مورجان على بيته واللي بقاله يومين ما راحوش لانه كان في الغابه، وبتبقى مراته ماينا مش عاجبها اللي بيعمله والخطر اللي بيعرض نفسه ليه كل يوم. وبتيجي بنت مورجان اللي اسمها تشاكي عشان ترحب بابوها اللي ما شافتهوش من مده. ويروح بعدها مورجان وبيجيب اخوه من المحطه بتاعه الاتوبيس وبيرحب بيه عشان اخيرا جه من جامعته. وبيروحوا بعدها وبيقابلوا اصحاب ماني وبيقعدوا مع بعض. ويروح تاني يوم ظابط اسمه اركي واللي ما كانش بيحب مورجان عشان اخد منه ماينا، وبيسال عليه في البيت وتقول له ماينا ان هو مش موجود وما تعرفش مكانه. وبيجي بعدها فينو بيقول لو عايز يسال عن مورجان يكلمه هو ومالوش دعوه بمراته، بس اركي بيزق فينو وبيقول له ما يتدخلش في اللي هو مالوش فيه، وبيقع فينو على الارض. وبعدها يبص لماينا وبيقول لها انها لسه حلوه حتى بعد ما خلفت. وبتجري بسرعه ماينا للبيت وبيجري وراها اركي وبيحاول ماني يتدخل بس فينو بيمنعه. واول ما بيدخل اركي البيت بيتكسر الباب وبيتحدف بره البيت وبينزل على الحجاره، وبيطلع مورجان موجود جوه البيت ومسح بيه الارض. وبينط مورجان ويبقى واقف قدام اركي والعساكر بتوعه واللي بيحاولوا انهم يهجموا عليه، بس مورجان بيكسرهم ضرب زي الرئيس بتاعهم، وبياخدوا معاهم في السكه ويكمل ضرب فيه لغايه لما بيوقعه وبيبقى ماسك في صخره وتحته الشلال. ويقول له مورجان ان دي اخر فرصه ليه، ولو شافه ماشي جنب بيته تاني هيقطع له رجله. وتاني يوم يروحوا بيني وشيفا لمورجان البيت وبيقولوا له ان الضابط اركي عمل فيه محضر ضرب وكمان محضر تاني عشان قتل نمر في الغابه وده ضد القانون، وفي اي وقت هيجي البوليس ويقبض عليه ولازم يروح معاهم
معاهم على المدينة ويوصل معاه البضاعة بالمرة من ناحية الغابة بعيد عن عيون البوليس، ويجيب معاه عيلته عشان ما يسيبهمش لوحدهم في القرية. وبيلم بسرعة مورجان شنطته وبيروح هو وعيلته على عربيته النقل، وبيقدر فينو ينسف الجسر قبل ما البوليس يوصل. وبيتحرك مورجان في وسط الغابة بعربيته، وبيقدروا البوليس يوصلوا له وبيطاردوه، بس مورجان بيرجع عليهم بعربيته وبيقلب عربية وبيسد بيها الطريق، وبعدها بيكمل طريقه. ويوصل أخيرا مورجان للمدينة عند أبو شيفا جريجا، ويعرفوا شيفا على مورجان وعيلته، وبيقول له إن هو عنده شوية مشاكل في قريته عشان كده جابوا معاهم هنا. وبعدها بيروحوا وبيقعدوا في البيت الإضافي، وبيعجبهم البيت جدا، بس بيسيبوا الكراسي الكتير اللي موجودة وبيقعدوا في الأرض، وبيقعد يسكر هو وصاحبهم ساسي. وبعدها بيجي شيفا ومعاه بيني، وبيقول لمورجان إن البضاعة لازم تروح الصيدلية النهاردة، ويقول لهم مورجان إن هو مش هيقدر يسوق بحالته دي ومش هيعرف يركز في الطريق. وبياخد شيفا منه المفاتيح ويقول له ما يقلقش، الصيدلية على بعد 3 ساعات وهو هيسوق ويرجع له بالعربية الصبح. ولما بيطلع الصبح بيسأل مورجان المساعد بتاع جريجا اللي اسمه هارش، بيسأله على عربيته ويقول له ما يقلقش هترجع له. ويروح بعدها ويكلم جريجا ويقول له ان هو ما اتعودش يبقى قاعد من غير شغل، ولو يسمح له حتى يغسل العربيات بتاعته لغاية لما يلاقي شغل مناسب. وبتيجي عربية جيب وبيترمي منها بيني، واللي بيقول لجريجا ان هم ماشيين في عصابة طلعت عليهم واخدت منهم عربية مورجان وربطوا شيفا وخطفوه. وبتيجي بعدها مكالمة لهارش، ولما بتخلص بيقول لجريجا ان اللي خطف ابنه كايا وطالب 10 مليون عشان يرجعه تاني. وبيروح جريجا ويجيب الفلوس، وبيقول لهارش يرمي لهم الفلوس ويجيب ابنه، وهو عارف هيجيب الفلوس دي ازاي من كايا. وبيروح هارش ومعاه الفلوس وبيني وكمان مورجان بيروح معاهم. ويوصل هارش بالفلوس لكايا، واول ما بيشوفه بيقعد يضحك، ويشوف مورجان عربيته وبيروح بسرعه ناحيتها عشان ياخدها. وبيقول كايا لهارش ان دايما جريجا فاكر نفسه قوي ومحدش يقدر عليه، بس هو ما يعرفش ان كايا اقوى. وبعدها بيسلموا شيفا لهارش وبيفكوه، وبيروح مورجان لكايا وبيقول له ان مفاتيح العربيه مش موجوده لو يسمح يعني هو عايزها، بس كايا بيقول له ان هو مش هيديله المفاتيح ولا العربيه، وده دين بينه وبين جريجا. بس مورجان بيقول له ان العربيه دي بتاعته هو مش بتاعت جريجا. وبيقعدوا كايا ورجالته يضحكوا على مورجان وبيتريقوا عليه. وبيقول المساعد بتاع كايا لمورجان لو هو مش واخد باله في هنا كلبين ممكن يبلعوا بني ادم بسهوله، لو ما مشيش هيفكهم ويفرتكوا جسمه. بس مورجان بيقعد يضحك لان بالنسبه له الكلبين دول زي القطط، لان هو بيصارع وبيقتل النمور وما بيرضاش يمشي ويسيبهم. وبيفكوا رجاله كايا الكلاب وبتجري بكل قوتها على مورجان، وبيبص لهم مورجان بصه واحده، واول ما بتوصل له الكلاب بيبقوا عنده حيوانات اليفه وبيقعدوا تحت رجله وما بيعملوش اي حاجه. وبيتصدم كايا من رد فعل كلابه اللي مربيهم طول عمره على الشراسه، وبيقول لرجالته يروحوا يمسحوا بمورجان الارض. وبيدخلوا الرجال على مورجان واحد ورا التاني وبيقعد يضرب فيهم وبيوقعهم على الارض. ويبقى كايا والمساعد بتاعه مصدومين من اللي شايفينه لغايه لما بيخلص مورجان على رجاله كايا كلهم، وبيحدف حبل يجيب بيه رقبته، وبيقول له يجيب المفتاح، ويشاور للمساعد بتاع كايا يرجع الفلوس تاني لهارش. وبيجري بسرعه المساعد وبيرجعها، وبيرجعوا بفضل مورجان بشيفا والفلوس والعربيه كمان. ولما بيوصلوا للبيت بيبقى جريجا فرحان قوي باللي عمله مورجان، وبيقول له ان هو انقذ سمعته وشرفه، وبيقول له كمان لو عايز اي حاجه هو ينفذها له. يقول له مورجان ان كل اللي عايزه وظيفه لاخوه ماني، وبيقعد يضحك جريجا ويقول له ان ده اسهل طلب، وانه يقدر ينضم من بكره للصيدليه بتاعتهم، وبيحط له مرتب 40,000 في الشهر. وبعدها بيبقى ماني وبيني ماشيين بالعربيه، وبتيجي عربيه تاني وبتقف في طريقه، وبيخطفوا ماني وبيهرب بيني بسرعه قبل ما يمسكوه. وبيعرف مورجان اللي حصل، ويروح جريجا ويوعده انه هيرجع له اخوه مهما كان مين اللي خطفه. وبتيجي الاخبار من هارش وبيقول لهم ان كايا هو اللي خطف ماني، ويقول مورجان لجريجا انه هيروح لكايا ويجيب اخوه. ولما بيروح المكان اللي قال له عليه هارش بيلاقي الضابط اللي كان عايز يقبض عليه مش كايا، وطلعوا هما اللي ماسكين اخوه. يقول له الضابط انه هنا عشان قاعد عند جريجا وبيشتغل معاه، هو اكيد عارف انه تاجر مخدرات ومجرم كبير واخد الصيدليه بتاعته دي غطى لعملياته. بس مورجان بيقول للضابط انه هو ما يعرفش اي حاجه عن اللي بيقوله، هو فاكر ان بياخد المرجوانه عشان دواء للسرطان. وبيضحك الضابط وبيقول له ان هو لما كان عايز يقبض عليه في الغابه كان عشان المخدرات بتاعت جريجا اللي هو بقاله 14 شهر بيطارده ومش قادر يمسك عليه حاجه، وهو لازم يعرف مكان المخدرات فين عشان يقدر يقبض على المجرم ده لو كان عايز ان اخوه يطلع من القضيه دي خالص. ولما بيرجع مورجان لجريجا بيقول له ان اللي مسكوا اخوه هم البوليس، وهو قدر يضربهم ويهرب هو واخوه من المكان. وبعدها في المصنع بيقدر شيفا يمسك ماني وهو مستخبي وبيصور المعمل بتاع المخدرات، وبياخدوا شيفا على مكانه وبيضربه، وبيساله هو كان بيصور المعمل لمين. وبيدخل مورجان للمكان وبينقذ اخوه بيشيله، بس رجاله ماني بيقعدوا يضربوا فيه، وفي الاخر بيمسكوا ماني من رقبته وبيبقى عايز يخنقه، وواحد من رجالته بيشيل سيخ حديد وبيحدفه على مورجان اللي بيوطي في ثانيتها وبيدخل السيخ في جسمه. بيجي جريجا وهو شايف مورجان بيدخل السيخ في جسم ابنه، بس مورجان كان بيحاول يساعده ويطلعه، وبيقدر مورجان يطلع السيخ فعلا بس يموت بعدها
قدام ابوه، وبيطلع جريجا السلاح وبيبقى عايز يقتل مورجان، بس بيقدر البوليس انه يحوط المكان، وبتيجي عربيه بسرعه وبيبقى فيها راميا تاجر المخدرات عشان ينقذ صاحبه جريجا وبيهرب من المكان. وبيرجعوا بعدها مورجان وعيلته على الغابه والقريه بتاعتهم اللي بتبقى خربت بعد ما مشي، وفي نمر قتل 7 اشخاص ومنهم بنته صغيره اسمها ناني اللي كانت بتلعب مع بنته. وبيتحرك مورجان عشان يقتل النمر، وبيوصل الضابط اركي ويقول له ان هم نسيوا خلاص كل خلافاتهم دلوقتي عشان الناس بتموت، وبيديله تصريح من البوليس عشان يقتل النمر. واول ما بيخش مورجان الغابه بيبقى جريجا عامل له كمين وجايب قتله مأجورين عشان يخلصوا عليه، بس بيقدر مورجان يخلص عليهم واحد ورا التاني لغايه لما بيوصل لراميا وبيرميه في الارض. وبيظهر جريجا وهو ماسك عم مورجان، وبيحاول مورجان يقتله بس بيقدر يرمي فينو في حفره كبيره فيها نمر، ويقول له جريجا لازم ينط في الحفره لو عايز ينقذ عمه. وبينط فعلا مورجان بس بيلف الحبل على رقبه جريجا وبياخده معاه للحفره. واول ما بينزلوا للحفره بيظهر النمر وبيستخبى منه فينو وجريجا، وبيحاول مورجان يقتله وبيهجم عليه ويوقعه في الارض، وبيسيبوا النمر ويهجم على جريجا ويقتله. وبعدها بينط مورجان في الهواء وبيرشق الرمح بتاعه في النمر ويقتله، وبيشيل عمه بعدها وبيطلع بيه من الحفره. وبيرجع مورجان لمراته وبنته بعد ما قضى على جريجا والنمر وتصالح مع البوليس. وبكده بيكون خلص ملخص فيلمنا النهارده، وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وتشتركوا في القناه لو انتوا جداد معايا.